بقى احنا متخاصمين بقالنا ساعتين، ولا جيت عبرتني ولا سألت عليا، وقاعد عمال تلعب مع بنتك ومشغل الشاشة وعمالين زيطين مع بعض. طب اسأل على الكلبة اللي في البيت. ايه ده؟ اقل كلمة صغيرة كده بتراضيني، نص كلمة بتراضيني، انما انت ما انتش سائل فيا خالص. حرام عليك. لا عليكي تاخدي نفس، والله العظيم ما اعرف ان احنا زعلانين بقالنا ساعتين. انت شفتني جيت كلمتك ولا انت كلمتني بقالنا ساعتين؟ ما هو انت قلت لي خد البت عم اعمل الاكل، بقالي ساعتين في المطبخ، انا ما اعرفش انا عملنا ايه عشان نزعل. على العموم يا ست حقك عليا، انا اسف. اسف؟ انا اسف يا فاديه، حقك عليا. اسرفها منين اسف دي حضرتك؟ انهي بنتي اسمه اسف عشان انا راح اسحبها مني؟ فين زمان وفين صلح زمان؟ فين ايام ما كنت بتخش عليا بشاورما متر كربايه؟ شاورما ايه؟ المتر. كربايه، طقم جديد، جاكيت جديد، اي حاجه. فين زمان؟ حرام عليك يا شيخ، ده انت هتتحاسب عشاني. اهدوا. مرضيه؟ لا مش مرضاني، زهقانه ومخنوقه وهطق. خلاص زهقانه، خلصي اكل وروحي اقعدي عند امك يوم ولا يومين، واما تروجي هتبعدي تعالي. انت عايز تكرشني من البيت؟ لا يا حبيبي انسى، ده الشقه من حق الزوجه، ومش هذه زوجه وبس، ده انا حضنه كمان. حضنه مين يا وليه؟ حضنه العيال. يعني انت تمشي من هنا وملكش حاجه عندنا. طيب وضحي كلامك، بقولي حضنه العيال، ما تقوليش حضنه وتسكتي. خلاص يا ستي اقعدي في البيت انت والعيال، وانا هسيب لك الدار وامشي، واما تروجي برن عليا هاجي. خد تعالى هنا، هتطلع فين في البرد بدراعك دي؟ تقدر تقول لي؟ طب اعمل ايه؟ ارمي نفسي في البحر ولا اعمل ايه؟ ولا طب انت اتراضيتي؟ وبعدين تروح عند امك ولا تروح عند اختك تجعان يقولوا ما بتطبخش ولا بتعمل اكل ومقضيها بره؟ مش جاي، مش رايح الدار اصلا. ما رايح فين؟ حته بره لحد ما تروجي برن عليها اجيب بعد واجي. اقعد مكانك لحد ما اخلص الاكل وكله، وبعد كده امشي، مش عايزه اشوف وشك هنا. يعني هتاكليني وبعد كده امشي؟ وبعدين وانت ماشي بلف دراعك ده عشان البرد. هتعملي لنا اكل ايه؟ اعمل لك عدس. اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك عدس عشان يدفي دراعك. ما تتنقلش من هنا على ما اجي. انا قاعد بالبيت اهو، مانيش رايح ولا جاي. ولو اتاخرت عليك 5 دقايق بتناد عليا. طب صليت العصر؟ الحمد لله. امال ايه؟ ربنا مش هديكي ليه؟ في ايه؟ ما هو مش انت وعيالك عليا، ما هي انت يا يا عيالك. انا وعيالهم 2 حاططهم قدام الشاشه جوه، وقاعد انا بديت وسايبك انت في المطبخ لوحدك. انا اسف، حكيت عليا واتراضيتي. مش قوي. نعم. وتنسي تحمري العيش. حاضر. تحمروش بزيت، بسمنه. حاضر. بسمنه. حاضر. فاديه. نعم. حمري بطاطس مع العدس. وفي حد بياكل بطاطس مع عدس؟ انا بحبها بقى مع العدس. حاضر. حمري لها بطاطسيه واحده حاضر او 2 عشان انا وكيان. ماشي حاضر. فاديه. نعم. بصل، ما تنسيش البصل، طرنشات كده، واعصر عليهم ليمونه وشويه خل. حاضر. وشويه عيني كنت عملت الكلام ده كله لوحدي. في بصل اخضر. بقول لك بصل طرنشات وعليهم ليمونه وشويه خل عشان البرد. حاضر. فاديه. نعم. وتحط على العيش اللي انت حمرتيه عدس، انا بحبه زي ما هو كده. امشي اطلع بره، اوعى انت تخش هنا تاني، انا هلاقيها منك ولا من عيالك. في اي تعليق حضرتك؟ يعني في تعليق كده لو ينفع ان انا اقوله يعني. قول. انا حقك تقول. بحب العدس يعني يبقى خفيف شويه عن كده. صايص قصدك؟ بالظبط، يعني هو لو انت بتسميه صايص انا بحبه صايص. انا بحبوش يعني صايص. انت ممكن تعملي طبق كده وطبق كده. ليه ان شاء الله؟ هو التوسيخ في حلل وخلاص ولا ايه؟ هتغسلهم وانت باجيني؟ يا فادي يعني لو ايدي سليمه ما انا بغسل وبعمل كل حاجه، مش ما بستنيكيش تقولي حاجه يعني. من نفسي كده بتعامل. انا بالنسبه لي الخفيف ده صايص ما بيبقاش حلو. الخفيف ده صايص؟ طب انا بحبه، او لو جبتها له في كوبايه احسن. انا ما بحبش كده. عارف ده لو حطيته على العيش كده وعملته فته هيبقى اطعم من اللي انت بتعمله دي. فتة ايه؟ انا بحب اكل الفته، بحبها كده واغمس انا واكل. طب كل. انت هتمشيني على قانونك ولا ايه؟ لا مش همشيك على قانوني، كل. المهم ان انت تاكل. انت من ساعه مامك ما مشيت وانت بقى اتغيرت، بقيت متخلفه. متخلفه؟ يعني مش متخلفه، دي مش شتيمه.
يعني بقيت رجعيه. متخلفة ورجعية؟ يعني تاكل وتقوم من هنا بس. بعدين الشتا دي هتستلمينا بقى في العدس من دلوقتي يابا. هو شتا يعني عدس؟ طيب ماشي. شتا يعني عدس. ماشي. بشحن النت بقى، انت شوف هتشحنيه منين. انا اللي اقول. وبعدين مين اللي قالك ان شتا يعني عدس؟ هو الشتا يعني عدس عشان لا. بيدفي؟ لا، شتا يعني محشي، بطايه، كيلو لحمه بشويه شوربه، 5 6 فلت حمام، ايه تروجع علينا وتروجع على العيال. انما عدس ما حدش بياكل الا انت اصلا في البيت. ما انت بتاكل منه اهو. انا باكل عشان جعان، باكل اكل جوع. اكل جوع. البنت اللي هتبقى عامله زيك في العدس. اه والله العظيم. حلو رضا بيدفي. والله هتبقى عامله زيك في العدس. اقوم الصبح كده على الريق ادفي له كوبايه واشفطها. اشفطي. تقوم تدفي له طول النهار. ربنا يكرمك وتشفطي على طول. تشفطي في نفسك كمان كده، تشفطي لك 30 40 كيلو. الله يسامحك مش هرد عليك، باخد صواب بس. ما اقوم اعمل لي كوبايه قهوه عشان احلى حاجه في الموضوع ده كله العيش. واحلى حاجه ما بتحمر بسمنه بلدي. واحلى حاجه ايه ان انا هاكل واسيب لك الدار وهمشي. لما تضحكي وتبتسمي كده وتلاقي نفسك رايقه ولذيذه برن عليا وانا اجيب بعض واجي. لا انا هدني عامله ال 111. خلاص خليكي بقى هنا واسيبك في قلب الاراضي انا كده اهوت ومانيش داخل الدار. هقفل التليفون بتاعي خالص. طيب يلا شوف بقى هتغير هدومك منين وفلوسك دي بقى هتاخدها ازاي؟ الفلوس كلها بقت معايا، بشوف بقى هتصرف منين. ما عادش معاكي.